السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ النهارده معانا حكايه ليو اللاعب الاسطوري. فلا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناه، واهم حاجه هو الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وبلاش اطول عليكم، ويلا بينا نكمل الحكايه. بتبدا قصتنا مع شاب وهو بيقول بكل ندم انه لم يلعب اللعبه بجديه، ولم افكر ان لعبها بجديه مهم جدا. انا يي لياو، انا شخص لم يلعب اللعبه بجديه، وشاهدت فقط اختي يون لياو وهي تقتل أمامي، وكأخ لها كان لازم أحميها. ولكن أين الخطأ؟ وكيف انقلب الوضع هكذا؟ وهنا بطلنا بيتعرض للطعن من لاعب، وبيكمل كلامه وبيقول: يبدو إني اخترت أن أكون لاعب عادي. وبيسكت جنب أخته: أختي، لو لم أختار أن أكون لاعبا عاديا ما كانش ده حصل. وكلا والدينا قد ماتا، وكان حلمي الأكبر هو الاعتناء بأختي ومشاهدتها وهي تكبر أمامي لتصبح شخصا ناجحا في الحياة. ولقد عملت بجد من أجل ذلك، ولعبت اللعبة فقط بشكل عرضي. ولكني لم أفكر مطلقا إن لعبة عالم يوان هتنزل إلى العالم الحقيقي، واللاعبين سيحصلون على قدرات شخصياتهم في اللعبة، والعالم كله غارق في الفوضى. أكره ذلك. أكره أن قواعد العالم قد تغيرت كثيرا. أنا أكره قراري بأن أكون لاعب عاديا، ولكني أكرههم أكثر. أكرههم على الضحك على وفاة أختي. وهنا بطلنا بيظهر خلف لاعب وبيهجم عليه بكل قوته، وبيسقط أرضا، وبيغضب اللاعب جدا. وهنا بيقول بطلنا: حتى إذا كنت على وشك الموت سوف أقاوم للعودة. وهنا بيهجم عليه اللاعب وبيخلص عليه، ثم بكل سعادة سأتقبل موتي. ولكنه لم يتوقع أنه هيرجع تاني، وبيقول: هو إيه اللي بيحصل؟ أنا مش مت على يد لاعب بالمستوى العشرين؟ وإيه المكان ده؟ وأين أنا؟ أليس هذا منزلي في هايشيا قبل 3 سنين؟ ألم يتم هدمها؟ وهنا بتخش يون عليه وبتقول له: يا أخي، أنا جهزت لك جهاز عالم يوان لتسجيل الدخول الخاص بك. وبطلنا مستغرب من هذا الصوت وبيقول: هذا الصوت؟ وهنا بتخش أخته وبيتفاجئ إنها لسه عايشة. وهنا بطلنا بيسألها عن الساعة وفي أي سنة هما. بتقول له: سنة 2020 شهر يوليو. بيقول له وهو مصدوم: يوم 27؟ بتقول له: مادام انت عارف ليه سألتني؟ وهنا بطلنا بيروح لعند الشباك وبيقول مع نفسه: انا رجعت 3 سنين الى الوراء في بداية نزول لعبة عالم يوان، وهذه المرة مش هعيد نفس الغلطة، ولازم اكون اقوى لاعب. وهنا بيحضن اخته وبيقول مع نفسه: كل ده هيحصل لما العبها بجد. وبعدها بنعرف ان في 27/7/2020 نزلت لعبة عالم يوان، وفي 1/9 عالم يوان أصبح حقيقة، واللاعبين يحصلون على قدرات شخصياتهم في اللعبة. واللي لعبوا عالم يوان كانوا مرة في أسفل المجتمع، ولكنهم حصلوا على قوة للوصول إلى قمة المجتمع بين عشية وضحاها. وبدأ الجميع في القتال من أجل السلطة، ودخل العالم في فوضى. وقتها كنت عديم الفائدة، لأني قررت أن أكون لاعب عادي، وبسبب ده تعرضت للإذلال والقتل من لاعبين رافعي المستوى. ولكني كنت محظوظ لإعادة ولادتي والسفر 3 سنين في الوقت المناسب إلى اليوم اللي تم فيه إطلاق علم يوان. ونرجع لبطلنا. وقتها أخته بتفهمه غلط وبتفتكره إنه بيتحرش بيها، وبطلنا متفاجئ: أتحرش بأختي؟ وبعدها بيقول بطلنا إن الساعة 8 في يوم 27 يوليو، وعلم يوان على وشك البدء، وعلم يوان هيكون حقيقة بعد 34 يوم. وبيجهز نفسه وبيدخل اللعبة، وبيلاقي إنه عالم متقدم جدا ورائع، يبدو وكأنه عالم حقيقي جدا. ومعظم اللاعبين هنا هدفهم هو طحن المستويات، واللي بيكونوا قصدهم على رفع مستواهم بسرعة. أما بطلنا فهدفه الأول هو الحصول على الكي، وبيقول إنها القوة الأقوى والأكثر غموضا في عالم يوان، وده اللي هيقرر إذا كنت لاعب من الدرجة الأولى أم ضعيف المستوى. وعشان تحصل على الكي هتحتاج إلى مهارة عالية في سلاح يناسبك، وعندما تصل الكفاءة ل100% فعندها هتحصل على الكي. وبينطلق بطلنا لمنطقة التدريب، وبيبدأ في سلاحه المفضل وهو الكاتانا. بما إني لا أعرف أي سلاح مناسب ليا، فكل اللي عليا فعله هو تجربة كل سلاح. وبعد فترة من التدريب بتوصل كفاءة الكاتانا ل100%، ولكنه ليس مناسب. فبيجرب السيف، ولكنه ليس مناسب أيضا، وبيجرب سلاح ورا التاني. وقتها معظم اللاعبين في الخارج وصلوا للمستوى 20 أو أكتر. وبيقول بطلنا:
إنه بالفعل اليوم التاني ومعظم اللاعبين وصلوا للمستوى ال20 وأنا لسه في المستوى الأول ولسه لم أحصل على الكي. وهنا بيفكر بطلنا مع نفسه إن كان يرفع مستواه الأول بدل الحصول على الكي ولا لا، ولكنه بيقرر إن هو يكمل في اللي هو بيعمله عشان يكون من أقوى اللاعبين. وبيقول إن الكي هو الأساس، وبيكمل في تجربة الأسلحة لغاية اليوم الخامس، وبيكون أتقن جميع الأسلحة واللي بيكون عددهم 18 سلاح، لدرجة إنه اكتسب لقب خبير الأسلحة واللي يمكنه من استخدام أي سلاح لمحاكاة أي من قدرات الأسلحة، ولكنه لسه لم يحصل على الكي وبيستغرب من هذا الأمر. وهل يمكن أن سلاح بعيد المدى هو المناسب أكثر؟ ولكني لم أسمع عن أي شخص حصل على كي من سلاح بعيد المدى، أو يمكن لأني لم أقابل أفضل اللاعبين. وبالفعل بينطلق لهناك وبيقول مع نفسه إن مرت 5 أيام ومعظم اللاعبين وصلوا للمستوى ال30 ولازم أنهي الأمر بسرعة. وبيبدأ بالسلاح المسدس وبيستمر في التمرن عليه بكل إصرار وعزيمة. وبعد فترة بيقول له النظام إن كفاءة المسدس وصلت ل100%، وأيضا حصل على كل حكمة وقوة المعرفة، وتم تعديل النسبة بنسبة 1:1، والمتبقي من قوة المعرفة هي 4/5. وبيقول مع نفسه أخيرا حصلت على الكي، وجه وقت العمل الجاد للتغلب على جميع اللاعبين الآخرين. وبعدها بينطلق على متجر الأسلحة وبيشتري مسدس السبورة البيضاء منخفض المستوى، و3 علب من الرصاص العادي، وخنجر أبيض منخفض المستوى، واللي بيكون سعرهم الإجمالي 1000 عملة. وبطلنا مصدوم من هذه الأسعار مع إنها معدات ضعيفة، وأيضا لأن عملة اللعبة وعملة الحياة الواقعية متساويين، وده معناه إنه هيدفع 1000 دولار. وبعدها بيتساءل بطلنا مع نفسه إن كان لقب خبير الأسلحة يمكنه من استخدام الكي على الأسلحة الأخرى الغير مناسبة. وبعدها بينطلق إلى المنطقة السرية للمرآة، ودي عبارة عن ساحة يمكن للاعبين فيها تحميل شخصياتهم من خلال دفع الرسوم، ويضطر اللاعبين الآخرين من دفع الأموال للقتال بشخصية محملة بشكل عشوائي وتعتمد على مستوى الصعوبة. ولما يفوز اللاعب فإنه يحصل على كل الأموال الموجودة في البركة الذهبية للشخصية المتعثرة، والخبرة ومكافآت إضافية أيضا واللي تعتمد على صعوبة المعركة. ولكن إذا خسرت التحدي فهيتم إضافة رسوم التحدي بركة الذهب، ومع زيادة الأموال التي تمتلكها داخل البركة الذهبية يرتفع معها ترتيبك. وفي شرطين لتحدي منطقة المرآة. الأول إن لازم تكون الشخصية المتحدية أعلى بمقدار 5 مستويات على الأقل من مستوى الشخص المتحدي، ورسوم تحدي شخصية اللاعب هي 10% من المكافآت. وقتها بيقول بطلنا أنا مجرد شخص في المستوى الأول وأستطيع استخدام الكيل للفوز، وهذا هو المكان المناسب للتجربة. وهنا بطلنا بيسمع أشخاص تعرضوا للخسارة وهما بيقولوا أنا خسرت مرة تانية، وتحدي المنطقة السرية للمرآة صعب جدا، وفلوسي كلها ضاعت، ومستواي أيضا تم إعادة تعيينه. وعندما يفشل التحدي يتم إعادة ضبط مستواه، بس بيقول له زميله إن ده ليس سيئا. وعندما يفشل التحدي يتم إعادة تعيين لاختفاء المعدات والعناصر الخاصة بيك. وبعدها بنلاقي 2 بيتكلموا عن بطلنا وإيه اللي جاب شخص بالمستوى الأول لتحدي منطقة المرآة السرية. وبيقول واحد منهم إنه أكيد خسران خسران يا معلم، ومش ده اللي إحنا بندور عليه. وبعدها بيختار بطلنا مستوى التحدي وبيتحدى شخصية بالمستوى الخامس. وهنا بيقول له النظام هل تريد تحدي العالم ليس سهلا؟ وهنا بيخاف بطلنا شوية ولكنه بيقول إنها مجرد لعبة، لماذا أخاف من القتال؟ وهنا بيفتكر حياته السابقة، وقتها كان شخص ضعيف الشخصية وجبان. وهنا بيقول بطلنا اخترت أن أكون لاعبا عاديا لأني لا أملك الكثير من الوقت للعب، وكنت خائفا من القتال، ويدي وقدمي لم تتوقف عن الاهتزاز عندما أقاتل. ولكنه بكل إصرار بيوافق على التحدي وبيقول لازم أتغلب على خوفي قبل ما تكون مشكلة في المستقبل. وبينقله النظام إلى منطقة التحدي، وهيبدأ التحدي بعد 10 ثواني. وخلال هذه المدة بيرتجف جسم بطلنا من الخوف، وبيحاول بطلنا إنه يتغلب على خوفه. وهنا بيبدأ القتال وبيهجم خصمه عليه بسرعة كبيرة، فبيستعمل بطلنا المسدس وبيهجم عليه، ولكن خصمه بيتفادى هجومه وبيهجم عليه بسرعة كبيرة وبيطير مسدسه. وبعدها بيهجم عليه تاني، ولكن بطلنا بيصد هجومه بالخنجر، وجسم بطلنا لسه بيرتعش من الخوف. وبيقول بطلنا أنا ليه خايف؟ وهذه هي الفرصة التي وهبني الله بها لتغيير الأحداث. وبدأت مرة أخرى فقط
لمواصلة خوفه من القتال؟ لا. وهنا بيستجمع شجاعته وبيفعل لقب خبير الأسلحة وبيخلص على خصمه بضربة واحدة بس. ومن هنا بيعرف بطلنا إن لقب خبير الأسلحة يمكنه من استعمال الكي على الأسلحة الأخرى الغير مناسبة، ولكن ضررها نصف ضرر المسدس. وهنا بيهنيه النظام وبيقول له: تهنينا أيها اللاعب، لقد هزمت هذا العالم ليس سهلا بطبع المرآة اللطيفة، وحصلت على 1000 عملة لعبة و1000 نقطة خبرة. وبيرتفع مستوى بطلنا ب4 مستويات، ولكن على الرغم من فوزه إلا أن جسمه لسه بيهتز وبيرتجف من الخوف. وفي الخارج بنلاقي نفس الشخصين، وبيقول واحد منهم إنهم لازم يوقفوا عن البحث عن اللاعبين الأقوياء، وتحدي المنطقة السرية للمرآة صعب جدا. وبخلاف لاعبي عشية الذرة يكون الأمر صعب جدا بالنسبة للاعبين أن ينجحوا في التحدي. وقتها بطلنا بيخرج من التحدي وبينصدموا الاتنين إن بطلنا كمل التحدي بنجاح. وبيقول واحد منهم: لا يمكن تصديقه، وكل معداته أساسية، ولكنه تمكن من هزيمة شخصية المرآة من المستوى الخامس. إنه الشخص الذي كنا نبحث عنه. أسرع وأخبر النقابة عن هذا الشخص. وبالفعل بيقدم زميله طلب للنقابة وبيقول له تم القبول. وبعدها بيقول له جانج: راقبه جيدا واكتشف شخصية المرآة اللي اختارها، وهنبدأ في الرهان بعد ذلك مباشرة. ونرجع لبطلنا وبيلاقي إن جسمه لسه بيرتعش من الخوف، وبيقول مع نفسه: لازم أتغلب على هذا أو هيكون مصير الموت. وبيختار تحدي لاعب بالمستوى العاشر وبينتقل إلى ساحة المعركة. وقتها بنلاقي نفس الشخصين بيدوروا عن الشخصية اللي تحداها بطلنا. الاتنين بينصدموا يا صديقي لما يعرفوا إنه اختار لاعب بالمستوى العاشر، ومش أي لاعب، ده اختار صاعق كهربائي واللي يعتبر من أقوى اللاعبين في المستوى العاشر. ودلوقتي مش عارفين يعملوا إيه ولا يمكنهم التراجع عن الرهان عليه. وبعدها بنلاقي الجماعة في المنتدى بيتكلموا في موضوع التحدي الخاص بليو، وبيقولوا إنه جريء جدا لتحدي شخصية المرآة التي لا تهزم في المستوى العاشر، وكأن مضيف الرهان يعطي المال مجانا. وده لأن في ظنهم إن بطلنا يا صديقي هيتعرض للهزيمة ساحقة. فبيراهن الجميع على شخصية المرآة ذات المستوى العاشر، والاتنين الآخرين يا صديقي محبطين جدا. وبيقول واحد منهم إن الرهان بالفعل وصل ل200,000 وكلهم راهنوا على شخصية المرآة. ونرجع لبطلنا في منطقة المرآة السرية، وهيبدأ التحدي بعد 10 ثواني. وهنا بيلاقي ليو إن قدميه لسه بترتعش من الخوف، فبيقطع عن قدمه. وهنا بيبدأ التحدي وبيهجم خصمه بسرعة كبيرة، ولكن بطلنا بيتفادى هجومه. وهنا اللاعب بيهجم عليه تاني وبيطير سلاح ليو وبيهجم عليه، ولكن بردة فعل سريعة بيتجنبها ليو وبيقفز لبعيد. ولكن نقاط صحته انخفضت بشكل كبير يا صديقي. وبيقول مع نفسه انه اختار هذه المرة خصما قويا حقا ولازم استعد. وهنا بينطلق بطلنا، وهنا اللاعب بيهجم عليه، ولكن بطلنا بيتجنب هجومه، ولكن بيهجم عليه تاني، وفي نفس الوقت بيهجم عليه بطلنا وبيخلص عليه. وهنا بيهنيه النظام على هزيمة شخصية المرآة، وبيتغلب بطلنا على خوفه وبيوصل للمستوى ال13. وهنا بيقوله النظام إنه فعل شرط المستوى العاشر من مهارات الكي، ويرجى تحديد المسار الخاص بك. وبيعطيه النظام مهارتين: إما كي الشفاء واللي يمكنه من شفاء نقاط صحة الهدف وبيستهلك قوة معرفة واحدة لإضافة 10 نقاط صحة، أو كي الضرر واللي يمكنها تسبب ب25 نقطة ضرر كل ثانية وتستغرق 10 ثواني لكل قوة معرفة مستخدمة. وقتها بنلاقي الاتنين يا صديقي محاطين بمجموعة من اللاعبين على أساس إنهم خسروا الرهان، وده لأن الفائز يا صديقي في الرهان بياخد أموال الخاسر، وبيترجاهم زي جانج إن هو يدفع لهم نصف المبلغ فقط. ولكن بيقول له: أنت مفكرنا أغبياء وعايزنا نكسب نص المبلغ فقط؟ بيقول له زي جانج: أنتم لن تفوزوا بنسبة 100% يا رفاق. بيقول له التاني: أنت عايز تخبرني إن الصاعق الكهربائي سيخسر؟ توقف عن الهزار، وإذا خسرت شخصية المرآة الصاعقة الكهربائية فهاكل الفضلات بالمقلوب. وهنا بيلاقي إن شخصية المرآة تمت هزيمتها، والجميع متحجرين في مكانهم من الصدمة. وهنا بيقول زيجانج بكل فخر: سمعت شخص بيقول إنه هياكل الفضلات بالمقلوب. وهنا بيخرج بطلنا وبينظر للمهارات، وبعدها بيرجع للعالم الحقيقي وبياكل مع أخته وبيفكر في أمر مهارتين. وبيقول مع نفسه إن يمكن لقوة معرفة واحدة لكي الضرر أن تسبب 25 ضررا للعدو كل ثانية.
ولكن الإجمالي هيكون فقط 250 دولارا. ولكن مع كيس شفاء، إذا كان بإمكانه شفاء الصحة في الواقع بعد هبوط العالم، فهل يمكنه شفاء الأمراض والإصابات أيضا؟ ولو كان ده ممكن، فهتكون واحدة من أكثر المهارات كفاءة، وهتكون أكثر فائدة عندما نلتقي بوحوش رفيعة المستوى ورئيسها. وبعدها بيخلص أكله وبيرجع لغرفته. وقتها أخته بتفكر مع نفسها إنها لازم تلاقي زوجة لأخيها. ونرجع لعالم يوان. وقتها الشخص اللي كان بيتنمر على جانج دلوقتي بيترجاها عشان يدفع نص المبلغ فقط. ولكن بيقول له: ارحل من هنا، وأنا أعطيتك فرصة بالفعل ولكنك لم تستغلها. وفجأة شخص بيهجم على جانج وبيثبته في الجدار. وبنعرف إنه مدير شخصيات المرآة والملقب بعرف الديك. وبيكون غاضب جدا لأنه خسر ماله بعد هزيمة شخصية المرآة الصاعقة الكهربائي من المستوى العاشر. بس بيقوله جانج ليس له علاقة بنا، ولقد راهنا عليه فقط. ومع ذلك لم أكن أتوقع أن هو سيواجه الصاعق الكهربائي. بيقوله عرف الديك بس انتم اللي استفدتوا أكتر من ذلك، وبالطبع يمكنك لومي الآن، ولكن بعدها هنتكلم في الواقع. بيقوله جانج مفيش داعي، وهعطيك كل الأموال التي حصلت عليها من الرهان. بيقوله عرف الديك مع ابتسامة خبيثة: أنا مش عايز مالك، أنا عايزك تساعدني في بعض الأشياء. ونرجع لبطلنا وبيختار مهارة كيس شفاء. وبيقول له النظام إن تم زيادة القوة القتالية بمقدار 10، وتم تفعيل نظام القوة القتالية بما إن قوته أعلى من 10، ومجموع الطاقة القتالية هي 15.6. وكمان بيحصل على لقب محارب منخفض المستوى، واللي هيرفع قدراته للضعف. وكمان بيحصل على النسبة الوظيفية لسمة الوزن بمقدار 1. وبيتفاجئ بطلنا من ده، وبيقول مع نفسه إن ده بيحصل عادة عندما يتجاوز أحد السمات 100 نقطة، وده معناه إن مستواه عند 13. ولكن سماته يمكن مقارنتها مع لاعب من المستوى 26. وهنا ليو بيتحدى لاعب الصاعقة بالمستوى 20. وكالعادة بيراهن عليه جانج. وعمنا ده محتار يراهن على بطلنا ولا الصاعقة. ونرجع لبطلنا، وكالعادة التحدي هيبدأ بعد 10 ثواني. وقتها بيقول بطلنا مع نفسه إنه بحاجة للعثور على الفرصة المناسبة لإطلاق النار عليه مرة واحدة بقوة المعرفة. ودلوقتي صديقي بطلنا يمتلك 144 من قوة المعرفة. وهنا بيبدأ القتال. وهنا بطلنا بيطلق عليه النار، ولكن الصاعقة بيسد هجومه، وبعدها بتبادل ضربات بسرعة خاطفة. وبيقول ليو مع نفسه إن كل نسبة وظيفية من الوزن للسمات تعوض عن مستوى الاختلاف. ومن الآن فصاعدا لن أتعرض للضغط حتى إذا قاتلت مع لاعب رفيع المستوى، ولن تكون معركة من جانب واحد. والاتنين مستمرين يا صديقي في تبادل الضربات، وفي الوقت المناسب بيسد ليه هجومه وعلى وشك القضاء عليه. ولكنه بيفتكر كلام الشخص اللي قتل أخته في حياته السابقة، وهو بيقول مجرد لاعب من المستوى الأول يجرأ على قتالي. وبيتراجع بطلنا عن الهجوم، وبيستغرب بطلنا من ده إنه ليه فكر فيه أصلا. وده خلى قدمي يا صديقي ترتعش من جديد. وبيقول لنفسه: أنا ليه خايف من الموت مرة أخرى؟ وهل سأبقى دائما ذلك الشخص الجبان؟ وهنا بيستجمع شجاعته وبيهجم عليه بسرعة كبيرة وبيأيده. وهنا بيستخدم مسدسه وبيخلص عليه، وبيهنيه النظام على هزيمة اللاعب الصاعقة بالمستوى 20. وبيوصل بطلنا للمستوى 20، وكمان بيتم تفعيل المهارة الأساسية للمستوى 20. وهنا بيخرج بطلنا وعلى وجهه نظرات الجدية، وبيقول مع نفسه إنه أصبح أقوى وأيضا متقدم على معظم اللاعبين. وفي منطقة الرهان بينصدم الجميع إن الصاعقة تمت هزيمته، وعمنا ندمان إنه لم يراهن عليه، وأيضا الجميع. وهنا ليو بينزل لقائمة التصنيف لمنطقة المرآة السرية، وبيقول مع نفسه إن في حياته السابقة لم يكن يستطيع هزيمة لاعب من المستوى 30، وهذه شخصية المرآة من المستوى 30، ويقال إنه لا يمكن التغلب عليه. سأستخدمه لأثبت لنفسي إن أصبحت أقوى. وبيختار تحديه، وبينتقل لمنطقة المرآة السرية. وقتها بالله عرف الديك واقف وبيقول مع ابتسامة خبيثة: ابدأ الرهان. ونرجع لبطلنا، وبيستعد بطلنا جيدا، وبيقول مع نفسه إن بعد زيادة مستواه وإضافة كل نقاط السمة المتبقية إلى الحكمة تجاوزت 100، وحصلت على وظيفة النسبة للوزن بمقدار 1. وهنا بيبدأ التحدي،
وبيهجم الصاعق بسرعة كبيرة لدرجة إن بطننا لم يقدر حتى على الرد، وانخفضت نقاط صحته بشكل كبير. وهنا الصاعق بيهجم عليه تاني وبيسد هجومه بصعوبة، وبعدها بيستعمل كيس شفاء لعلاج نقاط الصحة. وهنا بطننا بيقفز لبعيد وبيهجم عليه بهجمات نارية مستمرة، ولكن الصاعق بيتفادى جميع هجماته وبيهجم على ليو بسرعة كبيرة، وبالكاد ليو قدر يصدها. وهنا الصاعق بيدفع ايده لبعيد وبيهجم عليه تاني، ولكنه بيتجنبها بصعوبة وبيقفز لبعيد، وبيقول مع نفسه كما هو متوقع: هو قوي جدا، حتى لو كانت سمات يمكن مقارنتها بالفعل مع لاعب بالمستوى 46 وهو يضغط عليا، ولكن إذا كان بهذه القوة فأستطيع هزيمته بكل تأكيد. وهنا بطلنا بيفتح النظام وبيختار مهارة النعمة من مهارات المستوى 20، واللي يمكنها رفع سمات الهدف لمدة دقيقة. وكمان بيحصل بطلنا على إضافة في القدرة القتالية بمقدار 15، وبما إن قدرته أعلى من 30 فتم ترقيته من محارب منخفض المستوى إلى محارب متوسط المستوى. وهنا ليو بيستعمل 400 نقطة قوة معرفة لزيادة كل السمات ب 200 نقطة لمدة دقيقة، وبتظهر هالة قوية من بطلنا. وهنا الصاعق بيهجم عليه وبطلنا مستمر في الهجوم عليه أيضا، ولكن الصاعق بيتفادى جميع هجماته. وهنا بيهجم على بطلنا بسرعة كبيرة، ولكن بطلنا بيهجم عليه وحرفيا يا صديقي بيخرمه من كل حتة. ولكن المفاجأة يا صديقي إن الصاعق بيعالج نفسه بسرعة كبيرة، وبنعرف إنه يمتلك مهارة كيف للصحة. وبيقول مع نفسه عشان كده كان بيقول عنه إنه لا يهزم في حياته السابقة، ولا يقتصر تأثيره على السيادة فقط، بل يمتلك أيضا معدات جيدة ومهاراته السلبية لا تنفك. ما لم يكن لديك مهارات أفضل لا يمكنك الفوز ضده، ولا يفيد ذلك، بما أن المنطقة السرية للمرآة تتطلب منك أن تكون على الأقل 5 مستويات أقل من الشخصية التي تواجه التحدي. ولكن أنا مختلف. وهنا بيهجم الصاعق على بطلنا بسرعة كبيرة، وهنا بطلنا بيستعد وبيمسك المسدس بإحكام، وبيقول مع نفسه لنرى أي مهارة منا سيهزم الآخر، مهارة النعمة أم مهارة كفل الصحة. وهنا بطلنا بيهجم عليه وبيصيبه، ولكنه بيتعافى أيضا، ولازم يخلص عليه في 25 ثانية قبل انتهاء المهارة. والاتنين مستمرين بالهجوم على بعض والمعركة حماسية يا صديقي. وهنا بطلنا بينهي القتال وبيهجم على راسه وبيخلص عليه. وهنا بطلنا بيفتكر نفسه وهو بيقول: لاعب محترف، إمكانيات كبيرة. هذه الكلمات لا تعني شيئا لنا، نحن نعيش في عوالم مختلفة، إنهم هنا ونحن هنا. وبيضحك بطلنا على هذه الذكريات. وهنا بيهنيه النظام على هزيمة الصاعق بالمستوى 30، وتم الحصول على 432,269 عملة لعبة. وأيضا بيرتفع مستواه للمستوى 28، وارتفاع القوة القتالية بمقدار 2. وفي الخارج بيغضب عرف الديك من هزيمة الصاعق، وبعدها بيرجع بطلنا للعالم الواقعي. وقتها بتسأله أخته إن كان جعان أو إن كان يريد أن يأكل النودلز، ولكنه يا صديقي بيعزمها على حفلة شواء وعايشين حياتهم بكل سعادة. وهل يا صديقي ده هيستمر ولا هتحصل أحداث مفاجأة تغير مجرى أحداث العالم؟ في اليوم التاني بيشتري ليهم منتج أونلاين، وبينزعج بطلنا جدا إنه مش هيوصل إلا بعد شهرين، وده لأن مفضلش إلا 24 يوم على نزول عالم يوان. وبنعرف إنه طلب لعبة عالم يوان عشان تكون أخته قادرة على الحصول على هوية اللاعب. وبعدها بيقول إنه لازم يشتغل على نفسه أكتر ليصبح أقوى في أسرع وقت. وقتها بتكون أخته بتتمشى مع صديقتها المفضلة واسمها تشو نيان هوانج، وبتقول لها نيان تشو إنها ليه كلمتها فجأة، وهل هناك شيء ما؟ وهنا يوم بتفكر مع نفسها إن كانت نيان تشو مناسبة لأخيها ليه ولا لا، وبتقول لها إنها قضت فقط أن تتمشى معاها. وبتسألها يون عن اللي عملته مؤخرا، وده لأنها لم يراسلوا بعض من فترة، وبتشك إنها وجدت لنفسها حبيب. ولكن بتقول مع نفسها: لا، أنت تنتمين لأخي. ولكن بتقول لها نيان تشو بكل انزعاج إن عيلتها أجبرتها على لعب الألعاب، واللي بيكون قصدها يا صديقي على لعبة يوان. وقتها بنلاقي صاحبنا عرف الديك بيضرب في بنت ومستمر في الضرب بكل قسوة، وبيقول للخدم إنه يعرف فقط كيفية ضرب النساء، وهذه ليست المرة الأولى أبدا،
وكان بيضرب النساء عندما يشعر بالإحباط أو الغضب من شيء ما. وهنا بيقول لهم عرف الديك: انتوا واقفين ليه؟ وهنا الخدم بيغادروا بسرعة. وهنا بيرن هاتفه وبيسأل أتباعه إن وجدوا عنوانه. وهنا بيغضب لما يعرف إنهم لم يجدوه، وبيقول لهم تبا لكم، هو أنا بديكوا فلوس على إيه؟ بس بيقول له اسمعني فقط. وبيقول له على فكرة، بيقول له عرف الديك، وده هيساعدنا نلاقي عنوانه. بيقول له أكيد. بيقول له عرف الديك: تمام، إذن عندما أحصل على عنوان ليو سأدفع لكم المبلغ كامل. ونرجع لبطلنا، وبيخش العالم يوان في منطقة المرآة الخفية. وبيقول إن على الشخصيات جامعهم في المستوى ال30، ويبدو إن لا يوجد تحديات صعبة هنا بعد الآن. وأعتقد إنه حان الوقت للذهاب إلى الزنزانة. ولكن مهلا، لازم أطور معدتي أولا. فبينطلق على متجر المعدات، والمعدات هناك مقسمة لمستويين: أعلاهم المستوى الأزرق وبعدها المستوى الأخضر. وبيلاقي إن أسعار المعدات غالية جدا مع إنها في المستوى ال20 فقط. فبيغادر المكان، وبعدها بيقول إن الارتقاء باستخدام المرآة الخفية أمر جيد، ولكن لا يمكنني الحصول على عناصر خاصة لصنع المعدات. لو استطعت فقط مهاجمة الأبراج فسأكون قادرا على صنع معدات من الدرجة الزرقاء باستخدام القطرات من الزنزانة. وحتى إذا كان بإمكاني شراء المعدات من المستوى ال20 الآن، فأنا في المستوى ال28، وقريبا هكون في المستوى ال30. ولكن هناك سبب آخر لتحدي منطقة المرآة السرية، وهو كسب المال. ودلوقتي أنا محتاج لفريق لدخول الزنزانة. وبعد فترة بيوصل بطلنا لغرفة الانتظار الخاصة بالزنزانات، ودي منطقة لإيجاد فريق. وبيلاقي ليو إن شروط جميع الفرق إن يجب أن يمتلك اللاعب معدات جيدة. وبيسمع شائعات من بعض الأشخاص إن لاعب من عشيرة النظام الجديد حصل على مكافأة نادرة من الزنزانة بعد ما قتل جميع أعضاء الفريق. وبيقول ليو إن عادة ما يكون حد الأعضاء داخل الزنزانة هو 5 و10 و20 وغير محدود وغير محدود. وهذه هي الأوضاع الأربعة. ومع زيادة الأعضاء كانت المكافأة أفضل، ولكن هتكون الزنزانة أخطر. ولكن بمجرد دخولك للزنزانة فلن تكون قادرا على المغادرة إلا بعد تصفية الزنزانة. وده معناه أيضا إن الموت هو الخيار الوحيد إذا لم تتمكن من تصفية الزنزانة. وفي عالم يوان يؤدي الموت إلى إعادة تعيين المستوى والمعدات كعقوبة. حتى الأشخاص الذين يتطوعون بعضهم حذر، والبعض الآخر صعب المراس أيضا. وبفضل قوتي الآن يمكنني الدخول إلى الزنزانة بمستوى ال30 مع فريق من 10. ولكن يجب أن أكون حذرا أيضا، وأختار زنزانة بمستوى ال25 مع فريق من 10، أو بمستوى 30 مع فريق من 5. وبينطلق بطلنا على فريق، ولكنه محتاج لاعب بالمستوى 30 أو أعلى. فبيروح على فريق تاني، ولكنه بيرفضه لأن معداته سيئة جدا. فبيروح لفريق تاني، ولكن أيضا بيرفضه، وده لأنه في انتظار أعضاء من عشيرته. وبطلنا هيتجنن وبيقول: ولكني محترف الإخلاص على شخصية المرآة، لاعب الصعاقة بالمستوى 30، وكيف يمكنهم تحديد مهاراتي فقط من مستواي ومعداتي؟ وبيشعر بطلنا باليأس الشديد. وهنا بيظهر اللاعب عرف الديك، وبيقول له إن الفريق ناقص له لاعب، وإحنا هنتحدى منطقة الفوضى، ودي زنزانة بالمستوى ال35 مع فريق من 10، ومحتاجين لاعب للوصول لحد الزنزانة، ولدينا ما يكفي من القوة والسلطة لإنهاء الزنزانة محصنة، ونحن فقط نحتاج شخص لملء الفراغ. بيستغرب بطلنا وبيشعر إن هذا الرجل مألوف جدا، وبيقول له عرف الديك: لو أنت مش عايز أشوف حد تاني. بيقول له: لا، مفيش داعي، أنا معاك يا صاحبي. بيقول له: تمام، تعال ورايا. وبياخده لعند الفريق، وبيتفاجئ بطلنا من معداتهم من الدرجة الأرجوانية، واللي بتكون أعلى من الدرجة الزرقاء والخضراء. وبطلنا عايز يخطف بعضهم منهم، ولكن بيقول لنفسه: لا تفكر مطلقا، يجب أن أتخلى عن هذه الفكرة. إنهم جميع رفاق طيبون، وأخدوني معاهم لزنزانة بالمستوى ال35 مع إن كل الفرق رفضتني. وبينطلقوا للزنزانة، وبيقول واحد منهم إنها من النوع الدفاع. وهنا بيؤمر عرف الديك الفريق بحماية الكريستالة، وهنا بيختفي المدخل. والمهمة هي حماية الكريستالة من أمواج الوحوش القادمة، وهيكون في 3 أمواج، ونتيجة الفشل هي الموت. وهنا بطلنا بيسمع أقدام الوحوش
وهي قادمة، وبيظهر جيش من الوحوش، وبيستعد الفريق جيدا، وبيستخف واحد منهم من قوة بطلنا، وبيقول له إن هو يفضل داخل التشكيل وإلا هيموت. وبيهجم الفريق على الوحوش بتشكيلة معينة، وبيتفاجئ بطلنا من تعاونهم الجيد. وهنا عرف الديك بيعطي إشارة لواحد من فريقه لفعل شيئا ما، وهنا بيهجم وحش على اللاعب، واللاعب بيعمل نفسه إن الوحش هجم فجأة وفلت من إيديه، وبيتجه الوحش لعند بطلنا، ولكن بطلنا ولا همه، وبيخلص على الوحش في ثواني، وبيخلص الفريق على جميع الوحوش. وبيقول لهم النظام إن تم هزيمة الموجة الأولى من الوحوش، وهتبدأ الموجة التالية بعد 10 دقائق، لذا يرجى الاستعداد. وهنا بيختفي جثث الوحوش، وبيهني واحد من الفريق ليو على عمله الجيد، واللاعب التاني منزعج جدا إنه نجا من الوحش، وده لأنهم يا صديقي بيخططوا يخلصوا على بطلنا. وعمنا منزعج جدا لأنه كده هيضطر لقتله بنفسه، بس بيقول له التاني توقف علوم نفسك، إنها ليست مشكلة كبيرة. وبيسأل بطلنا إزاي هو قوي جدا بالنسبة لمستواه، ويجب أن تخبرنا بسرك لنصبح كلنا أقوياء. وبيأكد على كلامه عمنا اللي جنب بطلنا، وكمان بيقول له وعندها يمكننا السماح لك بالانضمام لفريقنا بشكل دائم. بيقول له بطلنا وهو متحمس أيمكنني الانضمام للفريق حقا؟ حسنا إذا. وهنا عمنا اللي جنبه بيأكد كلامه، وبيسأل الرئيس وبيقول له أيها الرئيس، ما رأيك باقتراحي؟ بيقول له تمام، مادام هيساعدنا جميعا في أن نصبح أقوى، وكمان سيحتاج إلى تزويدنا برقم هاتفه وعنوانه حتى نتمكن من الاتصال به بسهولة. وبعد ذلك يجب أن توقع عقد معانا، ويجب أن تعطينا أي معدات أو عناصر تحصل عليها، وسنقوم بالطبع بتعويضك، وأيضا تقوم بمهام معانا عندما نطلب منك ذلك، وهندفعك مقابل لذلك، ولكن مرة أخرى بغض النظر عن المعدات والعناصر التي تجدها يجب أن تعطيها إلينا أولا. وإذا كنت بحاجة إلى المعدات فسنعطيك بعضا منه لاستخدامها بكل سرور، ولو موافق على ده فهنسمح لك بالانضمام لينا على الفور، وده إذا شاركتنا كل أسرارك وساعدتنا لنصبح أقوى. وبيفكر بطلنا مع نفسه وبيقول له إن شروط قاسية بعض الشيء، ولكني لا أفكر في ذلك كثيرا، وكذلك بالنسبة لأسراري. وهنا أعين الجميع بتلمع بنظرات الخبث، ولكن بطلنا أذكى منهم وبيقول له إذا كنت ترغب في متابعتي سأشارك سري ودعنا نحكم العالم. إذا ماذا تعتقد يا مدير شخصية المرآة عرف الديك؟ واللاعب عرف الديك مستشيطا من الغضب، وبنعرف إن بطلنا عرف هويته بالصدفة من أشخاص كانوا بيتكلموا عنه، والجميع بينفجروا من الغضب. ولكن بيقول له عرف الديك يبدو إن ذلك مثيرا للغاية، ولكن في مشكلة. بيقول له بطلنا عارف أنت لا تعتقد أني أستطيع هزيمة الصاعق الكهربائي الحقيقي، صحيح؟ يمكنني إثبات ذلك بقضاء عليكم جميعا هنا. وهنا بينهض عرف الديك وهو غاضب وبيقول له إذا أنت جد بشأن ذلك؟ وبينظر لبطلنا بنظرات الغضب، وأيضا بينهض الجميع وبيلتفوا حواليه، وبيقول له تمام، إذا تمكنت من القضاء علينا جميعا فهنوافق على اقتراحك، ولكن إذا خلصنا عليك فعليك الانضمام لينا بدلا من ذلك. وهنا بيهجم لاعب على بطلنا، وهو نفس اللاعب اللي كان بيمدح في بطلنا من قوته، ولكن دلوقتي بيستخف بيه، ولكن بطلنا بيخلص عليه في ثواني والآخرين مصدومين. وهنا بتتحول جثة اللاعب إلى الجرم السماوي العشوائي، واللي بيمكن اللاعب من الحصول على معدات أو عناصر عشوائية من اللاعب المقتول، وبيغضب الجميع جدا وبيهجموا عليه في نفس الوقت. والمفاجأة يا صديقي إن بطلنا بيخلص على 3 منهم في ثواني، والآخرين مش مصدقين اللي بيحصل، وإيه اللي بيحصل وليه مش قادرين نقتله. وبيقول له عرف الديك كما هو متوقع من شخص بإمكانه هزيمة الصاعق بالمستوى ال30، ولكن من الأفضل إنك تتوقف عن اللي بتعمله وفكر بعقلانية، ولو خسرنا المزيد من الأعضاء فلن تتمكن من تصفية الزنزانة. بس بيقول له مش مهم إذا مت هنا، بإمكاني الذهاب لمنطقة المرآة الخفية ورفع مستواي مرة أخرى، ولن أخسر سوى عمل جاد ليوم واحد فقط. بيقول له عرف الديك ولكن بإمكاني جمع رجالي ومنعك من دخول منطقة المرآة الخفية، ولكن ليه ولا همه. وبيخلص بطلنا على لاعب ورا التاني لغاية ما خلص على جميع اللاعبين
اللي خلف عرف الديك. وهنا عرف الديك بيفتكر كلام رئيسه إنهم لازم يكونوا أقوى لاعبين في عالم يوان. ولكن إذا فشلتم ليس إني سأتوقف عن دعمكم فقط، بل سأتأكد من القضاء عليكم أيضا. وهنا عرف الديك بيترجى بطلنا إنه يعفو عنه، وكمان هيخبره سر يتعلق بعالم يوان. ولكن ليو بيهجم عليه، ولكن المفاجأة يا صديقي إنه لسه عايش. وهنا بطلنا بيشعر بقدوم موجة الوحوش، وهنا بيقول له عرف الديك: انت اكيد عارف الاسعار في عالم يوان، والا كيف ستكون بهذه القوة؟ حتى وان لم اتمكن من التعامل معك ساقدم تقريرا بهذه الحادثة لرؤسائي، وحينها لن اتعامل انا فقط معك، وستموت قريبا وتعود للمستوى الاول من جديد. وهل تعتقد ان بامكانك مواجهة من هو اعلى مني في المستوى؟ وعندها تكون فرصتك في رفع المستوى معدومة. كيف هتتعامل مع هذا الموقف؟ اعفو عني وسأخبرك بالسر الذي أعرفه، وبعدها يمكننا العمل معا، وعندها يمكننا إنهاء الزنزانة. ولكن بيقوله بطلنا: ومين قال إني سأموت؟ وما الذي جعلك تعتقد إنه ليس بإمكاني إنهاء الزنزانة منفردا؟ بيقوله عرف الديك: يا هذا عد لوعيك، أنت فقط في المستوى 28، وكمان ليس لديك معدات جيدة. ولكن بيقوله بطلنا: وماذا لو كانت إحصائياتي مساوية للاعب بالمستوى 56؟ فهل من الصعب علي إنهاء زلزال بالمستوى 35؟ بيتفاجئ عرف الديك وبيقول له 56، وبيقول له بطلنا: أما بالنسبة للمعدات فلدي الغنيمة التي أخذتها منكم. وهنا بيفعل بطلنا الجرم السماوي وبيكسب درع الصقيع من الدرجة الأرجوانية، وبدلة المعركة السريعة من الدرجة الأرجوانية، وقفاز المعركة وحذاء المعركة خارق السرعة من الدرجة الأرجوانية، وسيف كاتانا ضوء القمر من الدرجة الأرجوانية، مع مهارة تقليل مستوى العدو. وبيقول له عرف الديك: علي شكركم يا رفاق على هذه المعدات المجانية، وهذه المعدات رفعت قدراتي لأكثر من 3 أضعاف، وده معناه إنكم مجموعة من الفشلة لا يعرفوا استخدام المعدات الثمينة، مع إن هذه المعدات جيدة، ولكنكم لم تستطيعوا هزيمتي. وعرف الديك مصدوم وغاضب جدا، وبيقول له: كلا، حتى لو صرت أقوى مش هتقدر تصفي الزنزانة منفردا. وهنا بتظهر موجة الوحوش وبيهجم وحش على الكريستالة، ولكنه بيخلص عليه بردة فعل سريعة، وبتهجم الوحوش الأخرى على الكريستالة، ولكن بطلنا بيخلص على واحد ورا التاني بسرعة خاطفة. وليو متفاجئ من قوة سيف الكاتانا، وهنا بيظهر الوحوش من كل الاتجاهات، فبيقطع بطلنا فيهم لدرجة إنه عمل جبل من جثثهم. وهنا بطلنا بيستعمل كيس شفاء لعلاج مستوى الصحة الخاص به. وعمنا عرف الديك بيعاني من هجمات الوحوش، وبيتفاجئ إن بطلنا لديه قدرة شفائية نادرة، ولكن بيقول له: ولكن لا يهم ماذا تخفي أيضا، وكل اللي عليه فعله هو المراوغة، أما أنت فعليك قتلهم جميعا، لذا بالتأكيد سأنجو لوقت أكتر منك. أنت سامعني؟ أنا هفضل هنا وأشاهدك وأنت تتحول لأشلاء. وقتها بطلنا مستمر في القضاء على الوحوش، وبيقول له: فلتقلق على نفسك، وحتى لو ترجيتني لن أرحمك. وبيخلص على الوحوش ونظراته كلها ثقة ومستمر في علاج نفسه. وبعد فترة بيظهر جبال من الوحوش الأموات، وعرف الديك مصدوم، وإزاي يمتلك الكثير من معدات الشفاء النادرة. وهنا بيهجم وحش عليه، وده بينقص من مستوى صحته بشكل كبير. وهنا بيفتح المخزون عشان يستخدم معدات الشفاء، ولكنه بيتفاجأ إنه استخدمها كلها، والوحوش بتهجم عليه من كل اتجاه. وهنا بيقول لبطلنا: هستناك في منطقة إعادة التعيين عندما تموت، وساعتها هدفعك الثمن غالي لكل ما فعلته. ولكن بطلنا بيسخر منه، وهنا بيموت عرف الديك، وبيظهر إشعار من النظام إن لم يتبقى إلا لاعب واحد، وهيتم تفعيل مستوى الجحيم، وسيتم مضاعفة المكافآت إنهاء الزنزانة ب10 أضعاف. وبعد فترة بيخلص بطلنا على كل الوحوش، وبيشعر بالإرهاق الشديد، وبيقول إن كويس إن هذه الجثث هتختفي قبل وصول الموجة الأخيرة، وإلا لما كنت سأعثر على الكريستالة التي يفترض بها حمايتها. وهنا بتظهر كرة الغنيمة الذهبية، واللي تمكن اللاعب من الحصول على 3 قطع عشوائيا من المعدات أو الأدوات الموجودة في مخزن اللاعب المقتول. وبيقول ليه كما هو متوقع من اللاعب المسؤول عن منطقة مرآة الشخصيات. وهنا بياخد الجرم وبيفكر مع نفسه:
وبيقول إنه دلوقتي لا يمتلك الكثير من قوة المعرفة، وحتى لو أخدت 10 دقايق راحة فلن أستعيدها إلا النصف تقريبا، وما أعتقدش إني هقدر على القضاء على الموجة الأخيرة بدون قوة معرفة كافية. وبيندم بطلنا بسبب تصرفه في القضاء عليهم، وكان المفروض يسيبهم يساعدوه للموجة التانية، وأمله الوحيد الآن هو الحصول على شيء مفيد من قوة الغنيمة الذهبية عشان تساعده في القضاء على الموجة الأخيرة وإنهاء الزنزانة. وهنا بيفعل الغنيمة الذهبية، وبيقول له النظام باختيار نوع المعدات إن كانت أدوات أو عتاد. وبيقول مع نفسه إن قوة التحمل والرشاقة والدرع قربوا على 100 نقطة، ولو حصلت على عتاد يمكنه من زيادة نقاط أي سمة من هذه السمات الثلاثة فعندها هتزيد قوته القتالية بمقدار كبير. وبيختار ليو العتاد، وبيكسب بطلنا كيرت العنبر الأيسر من الدرجة الأرجوانية مع زيادة في التحمل والرشاقة بمقدار 10، ومسدس البندول من الدرجة الأرجوانية مع زيادة في الهجوم بمقدار 200، والحكمة بمقدار 30 مع مهارة رفع ضرر الهجوم لتلات أضعاف مع فترة تهدئة دقيقة كاملة. وبيتفاجئ بطلنا جدا من ده، ولم يتوقع إنه هيكسب مسدس قوي. وبيقول له النظام إن سمة التحمل والرشاقة والدرع تخطوا 100، وبيفرح بطلنا جدا من ده، وده هيرفع من قوته بشكل كبير. ولكن بالتفكير في الأمر عليه شكر عرف الديك وأعوانه، وهنا بيحييهم بكل احترام وبيشكرهم على المعدات المجانية. وبعدها بيقول إن دلوقتي عليه رفع مستواه، وقتها بالله عمنا عرف الديك في منطقة إعادة التعيين وهو بيكلم رئيسه، وبيقول إن أكيد لديه بعض الأسرار تعطيه قدرات تتخطى مستواه، وإذا لم يكن كذلك فلم يكن ليتم القضاء علينا. ولو مش مصدقني فأنت عارف مدى صعوبة الزنازين في عالم يوان، وإزاي يمكن للاعب بالمستوى 28 إنهاء زنزانة بالمستوى 35 مع فرقة من 10 لاعبين على الأقل. وأكيد هو يخفي شيء. بيقول له رئيسه تمام، هديلك فرصة تانية، قم برفع مستواك بسرعة واترك أمر هذا اللاعب لي، وهبعت بعض اللاعبين للتعامل معاه. وبيشكره عرف الديك على ده. ونرجع لأخت يون في العالم الواقعي، واللي بتكون مصدومة إن كل فرد من عيلتها بيلعب هذه اللعبة. ومش كده وبس، ده كمان استثمروا فيها بالكثير من الأموال. وبتقول لها نيان تشو أيوة، وحتى إنهم أجبروني على رفع مستواي معاهم يوميا، طفح الكيل منهم وعايز ألعبها على طريقتي. يون، لما لا نلعب هذه اللعبة معا، وهنلعبها في منزلك وهيكون ممتع جدا اللعب معاكي. بتتفاجئ يون وبتقول لها ماذا؟ ولكني لا أمتلك جهاز دخول اللعبة. ولكن بتفكر مع نفسها تاني وبتقول مع نفسها مهلا، في منزلي؟ وعندها يكون من السهل الأخي ونيانة شو التعرف على بعض. وهنا بتترجاها نيانة شو إنها تلعب معاها، بتقول لها أكيد، يلا بينا. وقتها كان بطنة بيقطع في الموجة الأخيرة من الوحوش، وبيقول إنه لم يتوقع أن يصبح قويا جدا بهذه السرعة. وساعدتني المعدات على رفع سماتي بشكل كبير، وأيضا ارتفعت النسبة الوظيفية الوزنية، وده جعله يشعر بخفة وزن الكاتانا، وأيضا سيطرته على السيف أصبحت أفضل. وهنا بيقفز لمسافة كبيرة وبيهجم بهجوم مدمر. ولكن بيقول إن ده مش كفاية، وعايز أوصل لمستوى لم يصل إليه أحد وأصبح الأقوى في عالم يوان. وبعد فترة بيخلص على الموجة الأخيرة بالكامل، وهنا بيظهر زعيم العناكب بالمستوى 35. وهنا بطنة بيقفز بسرعة كبيرة وبيخلص على الزعيم. وبعد فترة بيهنيه النظام على تصفية الزنزانة وبيكسب 10 أضعاف المكافآت، وكمان بيحصل على لقب العائد الأقوى واللي يمكنه رفع جميع سماته بنسبة 10% عند موت فرد من الفريق. وأيضا ارتفع مستواه إلى المستوى 36، وبيفعل مهارات الكيل للمستوى 30 وهي الإبطاء، واللي يمكنها إبطاء مهارات الهدف لمدة 5 ثواني وتستهلك 50 قوة معرفة. وعند رفع مستوى المهارة في كل مرة تزداد مدة المهارة بمقدار ثانية، ومعها يرتفع الاستهلاك بمقدار 10 من قوة المعرفة عن السابق مع فترة تهدئة دقيقة. ومهارة التجميد واللي يمكنها تجميد الهدف لمدة 10 ثواني مع استهلاك 50 قوة معرفة مع فترة تهدئة دقيقة. وقتها بيكون بطلنا على جثة زعيم العناكب وبيقول أخيرا تمكنت من اللحاق بباقي اللاعبين، ودلوقتي لن يرفضني أي لاعب إذا أردت الانضمام للفريق. وبعدها بيرجع بطلنا للعالم الواقعي
وبيفكر مع نفسه وبيقول إنه أصبح أكتر قوة كل يوم، ولكن لو تمكنت من الحصول على جهاز تسجيل الدخول لأختي هيكون ذلك أفضل بكثير. وهنا بيتنادى عليه أخته وبيروح لعندها وبيتفاجئ إنها أحضرت جهاز تسجيل الدخول لعالم يوان. وبتقول له هيون أخي، أنت عارف إن صعب جدا إنك تشتري هذا الجهاز، ولكن من الجيد إن نيانة تشو لديها علاقات مكنتنا من شراء الجهاز. وبتنظر لبطلنا مع ابتسامة عريضة وبتقول له هو عشان كده هي هتعيش معانا لبعض الوقت. وبتسلم عليه نيانة تشو، ولكن ليو لم يهتم لها إطلاقا وبيجري على الجهاز وبيقول لها بكل حماس إزاي حصلت عليه، أنت مذهلة. ولكنها بتكون غاضبة جدا من تصرفاته وعدم اهتمامه بالفتاة. ونيانة تشو مصدومة وبتقول مع نفسها ده مجرد جهاز تسجيل الدخول، هو ليه متحمس جدا كده؟ وبعدها بننتقل في الأحداث إلى زنزانة بالمستوى الأربعين. وقتها بنلاقي فريق بيخيم فيها وبيقول إن بمجرد تصفية الزنزانة هنتخطى الفريق التاني، وكل الفضل إلى اللاعبة وي شي، وده لأنها حصلت على قدرة الكي. وبنعرف إنها من عشيرة النظام الجديد وده الفريق التالت. وبيقول لها قائد الفريق التالت إن بعد تصفية الزنزانة لازم تنضم للفريق الأول، وبهذه الطريقة يمكنك رفع مستواك بسرعة وتحقيق أقصى استفادة من قدراتك. وبتتفاجئ ويتشي من كلامه، وأيضا بيقول لاعب من الفريق أنت بتقول إيه يا قائد؟ إحنا محتاجين لويتشي عشان نطور الفريق ونرفع من قوتنا. والتاني بيأيد كلامه بس بيقول لهم القائد إحنا كده هنكون أنانيين وهنأيدها معانا، وأنا أعتقد إنها هتكون لاعبة رفيعة في حاشية النظام الجديد لو انضمت للفريق الأول، وأنا متأكد إنها مش هتتخلى عنا وهتساعدنا عندما نحتاجها. ألست محقا يا ويشي؟ بتقول له أكيد. وبيوافق جميع أعضاء الفريق على ده، وكمان بيقولوا لها لو احتجت لأي مساعدة فهنعمل اللي علينا لمساعدتك، وبتشكرهم على ده. وبتقول لهم في الحقيقة أنا عايزة مساعدة في شيء آخر الآن. وهنا بيتفاجئ الجميع، وبعد فترة بتخلص على جميع أعضاء الفريق. وبيقول لها القائد كيف تجرؤين؟ بتقول له ويشي مع إني اكتسبت قدرة الكي إلا أن مستواي ليس مرتفعا بالقدر الكافي، لذا أحتاج منكم يا رفاق التضحية بأنفسكم عشان أفعل شرط الحصول على جوائز مستوى الجحيم. بيقول لها القائد لقد ساعدناك للوصول لهذا المستوى، وهل هذا هو شكرك لنا على ذلك؟ بتقول له ويشي لا تغضب هكذا، إنها مجرد لعبة وعليك فقط البدء من جديد. بس بيقول لها اخرسي وبيهجم عليها بالطلقات النارية، ولكنها بتتجنب جميعها وبتهجم عليه من الخلف وبتخلص عليه. وفي اليوم التاني وفي زنزانة بالمستوى ال45 مع فريق من 20 بنلاقي فريق بيواجه وحش قوي جدا، ولكن بيظهر لاعب وبيخلص عليه بهجوم واحد فقط. وبنعرف انه قائد الفريق الاول لعشيرة النظام الجديد صاعقة البرق بالمستوى ال45. وبعدها بيروح لعند قائد العشيرة وبيقول له هو ايه اللي بيحصل. بيقول له قائد العشيرة ان في لاعب اخر يمكنه استخدام الكي، وبنعرف انه زعيم عشيرة النظام الجديد واسمه شعلة اللهب. بيقول له صاعقة البرق هو صديق ولا عدو؟ لازم نضمه لينا. بس بيقول له شعلة البرق انه خلاص على مدير شخصيات المرآة للتو. وايه اللي بتعمله ويتشي الان؟ وبننتقل في الاحداث اللي حقل السيد في منطقة الفوضى، وبنلاقي هناك الانسة ويشي، وهنا بتوصلها رسالة من شعلة اللهب وبيقول لها اذهبي للتعامل مع اللاعب ليو. بتستغرب ويتشي وبتقول له ماذا؟ هو ايه اللي بيقصده بالتعامل معاه؟ وما حددش اذا كنت سأضمه لينا او سأقتله، ومن يمكنهم استخدام الكي لاعبين نادرين جدا، واذا قمت بدمه فده معناه ان عشيرتنا هتزداد قوة، وده معناه اني مهتمة برفع قوة العشيرة، ولو قتلته فده معناه اني لا اهتم برفع قوة العشيرة. اذا ان القائد لا يهتم بهذا الشخص، لذا اظن ان كلا الخيارين مقبولين بالنسبة له، ولكن يبدو انه فضولي جدا بشأن اي الخيارين ساختار، لذا ترك الخيار لي ويبدو انه يختبرني. واذا كان ذلك صحيحا فقد قررت بالفعل سأقوم بقتل اللاعب ليو. وبس كده يا صديقي، وانتظر الجزء القادم من حكاية ليو اللاعب الأسطوري، وأتمنى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة هو الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا على المشاهدة وفي رعاية الله.